السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكل أحبابي وأصدقائي ومتابعيني. الفيديو رقم 8 من سلسلة أغرب أنواع الثعابين في العالم. النهاردة هنتكلم عن نوع أيضا من أغرب أنواع الثعابين الموجودة في العالم، والنوع ده بيسمى ثعبان وحيد القرن الفيتنامي. النوع ده من الثعابين بيشبه بشكل كبير جدا الثعابين ورقية الأنف، ولكن طبعا هما جنسين مختلفين تماما عن بعض. ده هنا الاسم العلمي للنوع. لو حد حابب إن هو يبحث أكثر عن النوع أو إن هو يشوف فيديوهات لنفس النوع يقدر يستخدم الاسم العلمي. النوع ده اسمه الشائع ثعبان وحيد القرن الفيتنامي او ثعبان طويل الانف الفيتنامي، وده طبعا بسبب الزوائد الجلديه في مقدمه الراس. زي ما حضراتكم شايفين دي عباره عن زوائد جلديه بتشبه القرن، ولكن هي قرن غير حقيقي، ولكن زوائد جلديه لينه، وعشان كده بيسمى وحيد القرن. وبيسمى وحيد القرن الفيتنامي لان النوع ده اول تسجيل علمي ليه كان في فيتنام، وايضا هو غير موجود في اي مكان في العالم الا في فيتنام وجنوب الصين فقط. هو من الانواع اللي عددها قليله جدا، من الانواع نهاريه المعيشه، ومن الانواع اللي بتسكن على الاشجار ومتسلقه ماهره جدا للاشجار. النوع ده رغم ان هو من الانواع النحيفه جدا الا ان طوله قد يصل الى 180 سم. من الانواع الغير سامه نهائيا. هذا النوع لا يمتلك سم ولا يمتلك اي غدد سميه نهائيا. من الانواع الهاديه سلوكيا. ايضا هو من الانواع اللي بتتغذى على اي شيء تستطيع ابتلاعه، سواء زواحف او قوارض او برمائيات او اسماك، يعني اي شيء قدام منها تستطيع ان هي تتغذى عليه بتتغذى عليه. النوع ده من الثعابين زي ما قلنا لحضراتكم من الانواع الشجريه ومن الانواع الماهره جدا في التسلق، وبيعد من اغرب واندر انواع الثعابين في العالم، وبيتميز طبعا باللون الاخضر الشائع. طبعا بتوجد الوان اخرى في النوع ده، ولكن هو الشائع والاشهر هو اللون الاخضر مع البطن المائل للاصفر. ففي الختام اتمنى ان اكون افدت حضراتكم، واتمنى دعواتكم معايا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.